غيرت الاسطوانات اللي هي ورق الدبرياج، وانا لسه ما كملتش 11,000 كيلو. فطبعا ده انا كده مغير ورق الدبرياج بدري قوي. فاحنا ازاي نقدر نحافظ على ورق الدبرياج لاطول فتره ممكنه وما نغيروش عمال على بطال، ونغيره اكتر من مرتين ولا 3 مرات؟ دلوقتي اول واهم حاجه الزيت. انا في ناس كتير بشوفها بتغير زيت موبل ابيض وزيت شيل وزيوت، يعني زيوت عربيات، زيوت موتوسيكلات. جميل. اهم حاجه الزيت اللي انت بتغيره يكون زيت مخصص للموتوسيكلات. تاني حاجه غير زيت حلو، غير زيت نوع كويس، نوع نضيف، نوع يعتمد عليه. دي برضو من النقط اللي ممكن انت مش شادد الدبرياج سنه، دي النقط اللي بتقلل عمر ورق الدبرياج او الاسطوانات. جميل. فوانت ماشي حاول تبعد ايدك خالص عن الدبرياج، تنقل نقلتك وابعد ايدك عن الدبرياج خالص. تالت حاجه برضو وانت بتفرمل ما تفضلش تشد الدبرياج عمال على بطال. يعني انا دلوقتي عايز اهدي ما امسكش الدبرياج وافرمل، لا، سيب الدبرياج وفرمل براحتك، ولما تيجي الدنيا تهدي نزل غيارك وكمل فرملك عادي. لما تيجي تقف، يعني هتيجي تقف كده خلاص، انا كده اهو بفرمل بهدي خالص، هاجي اقف امسك دبرياج يقف. غير كده حاول وانت ماشي ما تمسكش الدبرياج، يعني وانت بتهدي ما تمسكش الدبرياج خالص غير لو هتقف. نقطه كمان، القرص ده مش بيبوظ ورق الدبرياج بس، ده هيبوظ لك كل حاجه. يعني وانت بتجري ما تقرصش على الاولاني وعلى التاني، بالذات الاولاني. يعني عايز تجري، عايز تجيب توب سبيد، عايز تعمل اي حاجه، اطلع عادي اول تاني تالت، بعدين اجري براحتك. انما ما تقرصش على الغيار الاول وما تقرصش على الغيار التاني، بالذات الاول ما تقرصش خالص على الاول بتاع طلعه بس. في الوقت اللي انت مش محتاج فيه تجري حاول ما تجريش. انما مش هقولك ما تجريش خالص، لان كلنا بنجري وانا بجري وكلنا بنحب الجري والغرز وبتاع. فحاول تحط لنفسك ليميتس، ان انت مش كل ماشيه الجري، لا، خلي معظم مشيك هادي، ووقت ما تحب تجري اجري بس مش على طول بس. وان شاء الله ورق الدبرياج كده معاك يعيش معاك اطول فتره ممكنه، وما تغيروش على ال 11,000 زي